بيقف حاتي في مين؟ هو ما عندوش خبر؟ خبر فين؟ ما انت يا ابني بتعزوني في مين؟ جدك الحاج حسن، انت عيش انت. الجماعه راحوا يدفنوه. شد حيلك. حيلك يا طارق. ايه في حياتك؟ بطال الله يا طارق. لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله. انتوا ازاي جدي يموت ومحدش يبعت لي؟ وبتدفنوه وانا غايب؟ طه طه، ازاي يا قمر؟ ازاي انتوا كمان ما تقولوليش؟ حقك عليا يا حبيبي. دي كانت وصية جدك. جدك وصى انك لا تمشي في جنازته ولا تشيل نعشه ولا تخطي السوق من اساسه، لا في حياته ولا بعد ما مات. وانا شاهد على الكلام ده. يا جماعه ما يصحش كده، استهدوا بالله. مش حال ده انا جيت لك عشان اقول لك قابلني بيه عشان اراضيه وانت قلت لي حاضر. بتستخسر فيا اسلم عليه قبل ما يمشي واشيل نعشه فوق كتافي؟ هي قصه ولا قصه؟ ما قلت لك خلاص، هي وصيه جدك. ولو مش مصدقني اهو المعلم عوض شاهد، اساله. معلم عوض ايه؟ وانت عايز تقول لي ان جدي هيقول لك الكلام ده كله قدام المعلم عوض؟ ماله المعلم عوض؟ ما يشبهش ولا ما يشبهش؟ ما كانش عاجبك المعلم عوض وكلام المعلم عوض؟ اسال عبغاني ابني، حصل ولا ما حصلش يا عبغاني؟ ما ترد عبد الغني. حصل يابا. اهو. ايه؟ في ايه يا شحاته؟ مالك ومال طه؟ والله بركه انك موجوده عشان تشهدي على الكلام اللي هقوله ومش هكرره مره تانيه، وعشان السوق تمن يشهد هو كمان، وعشان السنيوره اللي جريرها وراه دي تشهد هي الاخرى. ابويا الله يرحمه وصى بان رجليك ما تخطيش عتبه السوق، وان مالكش حاجه لا في الدكانه ولا في المخازن ولا في البيت، مالكش ولا اشياء واحده، وهب لي كل حاجه بيع وشراء.